وفي الحقيقة هنا بنواجه مشكلة أحيانا عند بعض الناس، أيضا نتيجة يعني ضيق الأفق أحيانا أو قصور النظر أو الغفلة عن مثل هذه الضوابط. المهم في القضية لما يعني ينحرف شخص أو شخصية معروفة في قضية معينة أو يزل فيها، فقطعا الزلة لا يمكن أن تنسب إلى الشريعة بحال من الأحوال، لابد أن توصف أنها زلة وأنها خارجة عن الشرع. أيضا كذلك البدع لابد أن تأخذ وصفها الحقيقي. أما الحكم على الشخص نفسه فهذه قضية تحتاج إلى حذر شديد جدا كما ذكرنا. يعني المثال الذي يقفز إلى ذهني الآن موضوع سيد قطب رحمه الله. الأستاذ سيد قطب والكلام الخطير الذي قاله في قضايا كثيرة تمس العقيدة وتمس بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونفس الكلام بيقال أيضا مع الفارق طبعا في حق مثلا بعض العلماء الأشاعرة الكبار، يعني الأئمة الكبار زي الذين انتسبوا إلى المذهب الأشعري كالنووي وابن حجر وغيرهما. لابد في مثل هذا أن نفرق بين هل المنتسب أولا الإنسان ابن بيئته، الإنسان ابن بيئته ليس فقط ابن أبويه. ساعات تكون الثقافة السائدة في المجتمع، الثقافة الدينية أو الشرعية، مصطبغة بصبغة معينة، فكانوا يقولون فلان الأشعري عقيدة، المالكي مذهبا، واضح، النقشبندي أو البرهاني مثلا طريقة صوفية يعني إلى آخره. فهذا شيء كان شائعا. لابد أن نفرق بين من ينتسب بحكم البيئة التي تعلم فيها. هو طلع لأن دي المفهوم السائد في التعامل مثلا مع بعض القضايا العقيدية، واضح. فخاصة إذا لم يكن متخصصا في مجال العقيدة، يعني لابد أيضا أن نفرق بين من انتدب حياته لخدمة البدعة ونشرها والمنافحة عنها مثل الرازي وغير من أئمة الشيعة الكبار، الأقصد الأشاعرة الكبار مثلا، انتدب حياته لنصرة المذهب، وبين الذي انتسب المذهب وتابعه بحكم غلبة هذا النوع من الثقافة أو المنهج الاعتقادي. وزي ابن حجر والنووي فهو وافق الأشاعرة، شيء عارض في حياته، عارض، لكنه لم يوقف حياته على خدمة البدع، في فرق. ثم أيضا هل قامت عليه الحجة أم لا؟ هل هناك من علمه؟ هي الاعتقاد نفسه يوصف بأنه بدعة وضلالة وافتراق إلى آخره، لكن الشخص نفسه لابد من استيفاء شروط وانتفاء موانع حتى يكون الحكم عليه منصفا. ف يعني قضية السيد قطب كمثال، نحن لا نقف عندها على أنها على أن السيد قطب عالم من علماء الدين أو عالم من علماء الشريعة، واضح، ولكن بننظر لجانب آخر. يعني البيئة الثقافية التي أنتجته انتسابه لجماعة الإخوان، وجماعة الإخوان معروفة بجفائها الشديد للعلم، جفاء شديد طول عمره إلا أن يشاء الله، يعني الاستثناء قليل جدا الناس اللي هي بتطلع متشبعة من العلم، لكن الغالب في جفاء للعلم. فهو يعني للبيئة الجماعة. وبعدين أصل السيد قطب رحمه الله كان نجمة من نجوم المجتمع، كان رجلا أديبا خبيرا بالنقد الأدبي، ويعني لم يكن قد تضلع إطلاقا من علوم الشريعة. ثم بعدما يعني انتسب إلى الإخوان المسلمين، الإخوان لا يعلمون أحدا في الغالب ما في مناهج تعليمية ولا اهتمام بعلم الشرع، ده شيء معروف يعني، مش ظلم لهم يعني، والله أعلم. فهو كنوع من الحماس والفكر وكذا وكذا، فحاول أن يسخر موهبته الأدبية في التدبر في كتاب الله تبارك وتعالى، فكان كتاب الظلال. حتى الأخطاء التي وقع فيها قطب وهي أخطاء فادحة جدا، ليست أخطاء عادية، لكن ما نحاسبه كعالم، لا يحاسب كعالم. يعني في كلام يحاسب به إمام كبير عالم متضلع في الفقه، في أصول الفقه، في كذا في كذا، لكن سيد قطب ليس بالعالم الذي يحاسب. في فرق، ده رجل كان في من نجوم المجتمع الكبار، كان تلميذا للعقاد وكان يناصره ضد طه حسين، وكان اسمه مشهور جدا زي أي أديب مرموق في المجتمع كنجم من نجوم المجتمع، واضح. فبلا شك أن انتسابه إلى الدعوة وانحيازه إلى الإسلام هو في حد ذاته مكسب معنوي للدعوة،
واضح؟ ومع ذلك فقطعا يجب أن يوصف ما وقع فيه من أخطاء بأنه خطأ وانحراف خطير جدا، زي ما حصل في قضايا الصفات مثلا تأويل، زي ما حصل في قضايا التسرع في التكفير، وإنه تكلم كلام في قضايا التكفير بدافع الحماس للإسلام والغير على الدين، لكنه لم ينضبط بالضوابط العلمية التي تضبط حكم التكفير على الناس، اطلاق حكم التكفير. فهو لبس منظارا على عينيه اسمه الحاكمية، ومن خلاله رأى كل الإسلام وكل آيات القرآن من خلال منظور الحاكمية. ولم يكن وحده بهذا، يعني المودودي نفس الفكرة أيضا، حتى وصل المودودي رحمه الله تعالى إلى حد أنه قال إن الأنبياء هدف بعثة الأنبياء هو إقامة حكم الله في الأرض، الحاكمية.